السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج العذراء حبايب قلبي، صفوا النية كده، اتفائلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب كمان استغفروا. طبعا حبايبي لأول مرة بيزوروا قناة أم أحمد، ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو. ماشي حبايبي، ولازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، انه لا يعلم الغيب الا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلي بالك من نفسك، في حد جاي لك، حد كده جاي في طريقكم وهيطلب السماح من كل اللي هو عمله معاك. انتوا عندكم طاقة إيجابية، بس الشخص ده لما هيجيلكم بيكون عندكم الطاقة السلبية، وهتحسوا ان انتوا مش مرتاحين مع وجود الشخص ده. هتحسوا ان انتوا محتاجين ان انتوا تجددوا من اوضاعكم، محتاجين ان انتوا تجددوا من حياتكم. انتوا ما شاء الله هيكون عندكم فيه تغيرات ايجابية وانفراجات حلوة. وخلي بالكم من نفسكم، لان انتوا جايبين لنفسكم وجع القلب بنفسكم بايديكم. في شخص بيقعد معاكم بيتكلم معاكم، بس بقى يخرج ويتكلم عليك ويجيب في سيرتك. فلازم تخلي بالك، لان انتوا بتحبوا الحياة البسيطة، بتحبوا التواضع جدا، بتحبوا تكونوا متواضعين في كل شيء، بس اتحملتوا حاجات محدش يقدر يتحملها. وكل اللي قال لكم ان هكون معاكم سابك ومشي. انتوا ماشيين في طريق الخير، طريق النجاح هيبدأ معاكم الفترة الجاية. فلازم تخلي بالكم، القوة ما بتجيش بعد كسرة القلب اكتر من مرة. بتبدأوا بقى تفوقوا لنفسكم وتجددوا من طاقتكم، فانتوا بإذن الله عندكم طاقة إيجابية وخروج من المحنات اللي انتوا فيها. خصوصا الفترة دي هيكون عندكم في تفاؤل، أحلام حلوة وسعادة ولمة. عايزاكم بس تبطلوا ان انتوا تطلعوا خصوصياتكم. انت هتبدأوا تتعلموا ان انتوا تكتموا الفترة دي. في ناس هتتدخل في حياتكم انتوا، والثقة في الناس هي اللي خلتكم تتعانوا. فياريت تبطلوا ان انتوا تقعدوا تفكروا في ناس اذتكم وتسامحوهم. في منكم تعبانين، دماغكم شغالة ال24 ساعة، فعشان كده انتوا بتحبوا دايما ان انت تسيطر على كل شيء. في حاجة من بعيد انتوا بتبصوا لها وعايزين تحققوها، اتحقق طول ما انتوا رامين حمولكم على ربنا. طول ما انتوا حاطين هدف قدامكم وحاطين ان ربنا هيسعدكم ويفرحكم، وربنا هيسعدكم في الوقت المناسب. ما تشغلوش نفسكم بالتفكير السلبي، عشان التفكير السلبي ده مؤثر عليكم وبيضغط عليكم في حاجات كتيرة جدا. انتوا الفترة دي هيكون عندكم في لمة حلوة، هيكون لمة لطيفة، وهتكونوا مبسوطين جدا، لان انتوا عندكم احساس بيلازمكم بالوحدة. من ورا الاحساس ده قفلتوا على نفسكم كتير، قافلين على نفسكم وما بتتعاملوش مع حد، مش عايزين تتعاملوا مع حد خالص. بس انتوا هتفقدوا الزعل اللي انتوا فيه ده، وهتبصوا للحياة بطريقة مختلفة، وهتجاوبوا على الأسئلة اللي في بالكم اللي انتوا محتاجين الإجابة ليها. ومن بعدها بإذن الله هتكونوا ناس مختلفة تماما في كل حاجة. الانهيار اللي انتوا دخلتوا فيه بسبب ناس معينة، ناس قصده انها تكسر بخاطركم، لكن ربنا هيكرمكم من حيث لا تعلموا ومن حيث لا تحتسبوا. انتوا الفترة دي عندكم تقلب المزاج، انتوا دايما خايفين، دايما احلامكم بتشوفوا فيها الافاعي، عشان كده بتهربوا من اي حاجة موجودة في حياتكم، مش عايزين تتعاملوا مع حد. ولكن بإذن رب العالمين انتوا ما شاء الله هيكون عندكم فيه طاقة جديدة، طاقة جديدة وفرحة. في شخص بيحبكم، بس انتوا قررتوا ان انتوا ما تسامحوش حد ظلمكم وجي عليكم وكسر بخاطركم. عندكم تعويض من عند رب العالمين، من بعد الصبر، من بعد كل حاجة ما تمنيتها وما حصلش. حاسس يعني دلوقتي ربنا يكرمك من حيث لا تعلم. انت استكفيت من الوجع اللي في الحياة، انت استكفيت من كل شفته في الدنيا، وحان الوقت ان انت تبص الحياة بطريقة مختلفة تانية خالص. في انت شايل حمل كبير فوق طاقتك، ومحتاج ان انت تخرج من كل ده.
لان الهموم زادت عليك وفوق طاقتك، ما بقتش قادر تتحمل اكتر من كده، اتحملت كتير. شخص فقدته ده كان عزيز على قلبك، فقدانه ده بأثر عليك. هيكون عندكم في تغيرات قوية، الكاريزما بتاعتك هتكون عالية، بس بلاش تفكير في حاجات مش هتحصل اصلا. انتوا زعلانين على نفسكم الفترة دي بشكل كبير جدا، وشغلانين زعلانين على ناس بتأذيكم، وانتوا ما تستاهلوش كده. في عندكم بعد بسبب اذى، بسبب خصام، في شخص قرفكوا، خانقكوا، شخص مخليك مش عارف تتعامل معاه بأي طريقة. تعبت من كتر ما انت بتتعامل كويس وهو مش مقدر. في عندكوا بشرة بالخير، طاقة جديدة، طاقة معينة مختلفة. انت هتبدأ تبدأ الغيوم، تبعد الغيوم دي عن وشك، لان انت عندك شوية مشاكل. هتتعاملوا مع حد بطريقة جديدة، وهتاخدوا قرار حاسم ومناسب. يعني ما شاء الله عليكم، عندكم أخبار سعيدة، عندكم طاقات مختلفة. هتحاولوا تبعدوا الطرف الثالث اللي موجود في حياتكم بيأذيكم، عمال يرضيكم وعمال يغدر بيكم. في شخص مش مقدر وجودك، شخص منافق وكذاب، فعايزاكوا تخلي بالكم منه وتبعدوا عن حياته. يا انتوا عندكم في انتصار حلو. الشخص اللي ظلمك وجه عليك كان السبب الرئيسي في الضغوطات اللي انتوا فيها، فبإذن الله هيكون عندكم في انفراجات. مشكلتكم ان انتوا تعبتوا في حاجات كتيرة جدا، واكتر حاجة تعبتك في حياتك الصبر اللي انت صبرته. بس ما تعرفش الصبر ده كان ايه، ده اختبار من عند رب العالمين. الصبر ده كان طريق صعب، بس نهايته هيكون فيها انفراجات. فدايما يكون عندك ثقة ويقين في الله، فربنا هيرزقكم من حيث لا تعلموا. القعدة اللي انت هتقعدوها دي هتكونوا مرسولين، وهتاخدوا فيها القرار الحاسم، وهتحطوا النقط على الحروف، هتطلعوا ناس من حياتكم دي مسببة لكم الأذى. الفترة دي نجاحك انتك وترتيب الأولويات بتاعتك. بس لازم تخلي بالك من أي ناس مزيفة بتخدعك، بيتكلموا عليك بالطاقة السلبية. إن شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى هيبشرك بالخير، بكل اللي انت عايزه ومحتاجه. كمان عندك شخص بيحبك، شخص بيحبك جدا وبيحب يقف جنبك. الحد ده تعبان بس بيحبك، وهيكون في بينكم العلاقة قوية وارتباط قوي، طاقة إيجابية وانفراجات بإذن الله. انفراجات ليكوا. انت ماشي ممكن كده ولامي أوجاعك وعايز ترميها ورا ظهرك، مش عايز تفكر فيها، عشان الأوجاع اللي انت عشتها دي وجعت، تعبت منها قوي واتأذيت. فربنا سبحانه وتعالى هيكرمك من حيث لا تعلم. انت لازم يكون عندك ثقة في الله وثقة في نفسك، وخلي عندك تفاؤل ان ربنا هيبشرك من حيث لا تعلم ولا تحتسب. اي طاقة سلبية عليك واي ضغط نفسي ابعد عنه. انت الكاريزما عندك عالية وطاقتك ايجابية، وهيكون عندك في انفراجات باذن رب العالمين، انفراجات قوية، وهكون من نصيبك تعويض من عند رب العالمين. هينسيك كل حزنك، وهتبدأ تودع كل الضغوط اللي انت مريت بيها. ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك وهيعوض صبرك خير، لان انت جيت على نفسك ما فيك كفاية، جيت على نفسك كتير. ففعلا انت تستحق الفرحة، تستحق ان انت تعيش الحياة اللي زي ما انت عايزها. هتفضل لغاية امتى بتيجي على نفسك؟ بكرة الوضع يتغير لو انا استنيت مفيش حاجة تتغير. ما تفضلش تعشم نفسك بحاجة مش هتحصل. لا اله الا الله. انت عندك بداية مبشرة الفترة الجاية، بداية مهمة جدا، وهيكون فيها سعادة وراحة بال واطمئنان بعد صبر. لان انت جيت على نفسك، ما تجيش على نفسك بقى، خليهم هما اللي يعملوا حاجة عشانك. مستني ايه اللي يحصل اكتر من اللي حصل؟ اللي حصل كتير، انت مستني ايه اللي يحصل؟ خليهم هما بقى يشوفوا ويعملوا حاجة عشانك، يحسسوك كده ان انت لسه ما زلت في بالهم، وان هما بيفكروا فيك.
عشان انت عملت وهم ما قدروش للأسف، جم عليك. فاللي جاي هيكون مختلف خالص عن اللي فات. اللي جاي ده بداية جديدة، بداية من مصلحتك وتعويض من عند ربنا وسعادة. قلبكوا كده هينسى الحزن، وهتنسوا الماضي الأليم اللي انتوا عشتوه ومريتوا بيه. يعني ربنا بيعوضكوا. في بقى عندكوا حد كمان كان بيعرفكوا عشان مصلحة، عشان يسحب منكم فلوس. والله اعلم لما عرف ان انتوا مش هتدوله حاجة، والله اعلم بعد وبعد عنكم بشكل كبير. وانتوا قررتوا ان انتوا ما تتعاملوش مع الناس اللي زي دي. لو انتوا عايزاكوا كده تعملوا حاجة جديدة في حياتكم، تطلعوا عرضوا نفسكم للطاقة الإيجابية، عرضوا نفسكم لأي حاجة تفرحكم. ابعدوا عن أي طاقة سلبية تتحكم فيها. الطاقة السلبية لما تتحكم فيك انت اللي بتتعب. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على الحبيب المصطفى. عندكم في أرقام رقم 7 و8، دي بتديكوا طاقة إيجابية، بتجيب لكم الفرحة اللي مطول انتظارها ليكم. انتوا عندكوا أكتر من خبر مستنيين تسمعوه. عندكوا أكتر من طاقة يكون فيها أمور حلوة في حياتكم. بس دايما بتجيلكوا حالة بتيجي وتختفي. ممكن تصحوا كده تحس ان في علامات في الجسم غريبة، في حاجة غريبة في حياتكم، مش فاهمين ايه اللي بيحصل. بس انتوا عندكم كذا حاجة انتوا مصممين ان انتوا تطلعوا. عندكم حماس قوي جدا. في عندكم مكان انتوا ما تحبوش تروحوه. المكان ده انتوا مش عايزين تشوفوه اصلا. ده مأثر عليكم بشكل كبير. في منكم بيشتكي حاسين ألم في السنان، بتشتكوا من حبة أوجاع في الجسم. انت عايز تخرج من اللي انت فيه وعايز تقرر عن نجاح في حياتك. عندكم في اموال، والاموال دي جايه لكم وهتكون فيها خير ليكم. وهيكون عندكم في بشرة، والبشرة دي هتكونوا فرحانين بيها قوي. وهيكون عندكم طاقة ايجابية. عندكم شخص بيراقبكم من بعيد، خلي بالكم. وكان خلي عندكم حرص، هو يأذيكوا، عايز يرجع لكم، عايز يفتح معاكم مواضيع، بس انتوا ما بقوش ليكوا نفس حتى للعتاب. ممكن يكون عندك عتاب بس انت مش عايز تبقى حد ولا عايز تتكلم اصلا مع حد بسبب اللي انت شفته، بسبب اللي وقع عليك منهم. فقررت ان انت تحتفظ بخصوصياتك وما تتكلمش عن اي حاجة او تبوح عن اي حاجة. لو في حد عايز يتفق عليك عشان ياكل حقك، او انت ليك حق تتكلم فيه، مش هيقولك ملكش حاجة. والكلام اللي انت دايما بتسمعه، اخ اخت، انت واقع في مشكلة ومش عارف تفكر فيها ومش عارف تتخلص منها، مشكلتك هتتحل بإذن الله طول ما انت عندك يقين وثقة في الله. انت راسك مرفوعة دايما. وعشان كده هيكون عندك انفراجة بخصوص الماديات، بخصوص حاجة انت بتمر بيها. وهيكون عندك فيه مكالمة بس بتجيلك نغزة كده، بتجيلك في الصدر من وقت التاني. فعايزاكوا تستغلوا ايامكم الفترة الجاية لمصلحتكم. عايزاكوا تستغلوا اي حاجة في حياتكم. انتوا عندكوا في علاقة حب بينك وبين حد، في حد بتحبه وهو بيحبك، بس في طرف تاني انت ما تعرفوه دايما حاطك كده في دماغه، عايز يكسرك، عايز يأذيك. انت ما تديش فرصة لحد. اهتم بالشريك وحاول ان انت تقربه لحياتك من تاني. في نظام في حياتك هيتغير بشكل كبير جدا. في حاجات هتتغير عندك للأحسن بإذن الله وبشكل كبير. ليه؟ لأن انت ناوي أصلا تتغير. في عندك شخص، ما تخليش شخص هو اللي يأذيك وتكون مرهق ويخليك تكره الدنيا باللي فيها. ساعد نفسك ان انت تخرج من حالة اليأس والظلم عشان تقدر تبني حياتك بشكل كبير. طول ما انت مستني، طول ما انت مش عارف، هتلاقي كل اللي حواليك دول بدأ ان انت يغلطوك. انت عندك اكتر من حاجة مدياك طاقة ايجابية، اكتر من حاجة تخليك تشك تخليك اكتر من حاجات كتيرة. فلازم تشوف المراحل اللي انت عايز تشتغل عليها وتشتغل. عندك في نقلة، عمل جديد، تغيير في سكن،
تغيير في التفكير، هتثبت وجودك، هتكافح على قد ما كافح، هتثبت وجودك. في ايه الحاجة اللي انت مؤثر فيها وفيها تأثير بينك وبين نفسك، بينك وبين حد، في تأثير عندك، وانت بتحاول ان انت تستعيد حياتك بشكل كبير. في منكم عندكم استلام رسالة او عودة مكان او جهاز جديد، في حاجة عندك استلام ورق، في رجوع لشخص غايب بقاله مدة كبيرة، ستر ربنا عليك ومبارقة ورزق ليك. وعشان كده في منكم شغال في العقارات، في منكم قلبه هيدق من جديد، في منكم هيكون منصور بإذن الله. وطريق السفر اللي هيكون قدامك ده هيكون خير ليك قوي، وهتحاول ان انت تبص لنفسك وبشكل كبير جدا. ليه؟ لان ربنا هو اللي هيكرمك من حيث لا تعلم. انت عندك مفاجأة وتغير حساباتك بشكل كبير جدا، في عمل هيرفع من شأنك، او هتكون علاقة حب جديدة، والله اعلى واعلم. في حاجات هتشهرك، وفي حاجات هتاخد فيها القرار. في منكم داخل في مشروع وطول الوقت بيفكر فيه، طول الوقت حاطط دماغه فيه، وعايز ينجح، عايز يعافر، عايز يخرج من اي طاقة سلبية. شوية الارهاق والكسل اللي بيظهروا عليك ده، دول من العمل اللي انت عمال تبذله. عندك اوراق تايهة منك، اوراق تايهة، اوراق هتفتكرها، في حاجات عندك هتخليك تعيد نشاطك من تاني، وتعيد الثقة بنفسك، وهتربح بعد المشاريع، بعد القضايا هيكون عندك نفسك حلو، لان انت عندك بداية جديدة. بس محتاج الصبر ويكون عندك ثقة في نفسك. في حد هيتصل بيك وهيطلب منك حاجة، هيطلب منك فلوس، هيطلب حاجة من معينة. مين الشخص اللي هو غايب عنك وفي بينكم لقاء الفترة الجاية، وهيكون فيها حاجة جديد في حياتك؟ دقيت على باب والباب ده مازال مقفول، وده هيتفتح في الوقت المناسب، وهتعرف قد ايه ان ربنا كريم عليك. لا اله الا الله محمد رسول الله. عندك بقى شوية مشاحنات متقلبات مأثرة عليك وعلى قلبك، ومخلياك كاره أي حاجة تخص الحب. في موقف بيتكرر معاك بشكل كبير، وانت عايز تفكر الموقف ده حلم، إشارة، حاجة معينة بتتكرر معاك أكتر من مرة، وانت عايز تفسر الموضوع بأي طريقة، وعايز تشوف فيه ايه وايه اللي بيحصل، وبتسأل نفسك أكتر من سؤال. فانت مقرر تشتغل وتعافر وبترمي ورا ظهرك. واكتر حاجة بتعملها الفترة دي بتصفي حساباتك مع اصدقاء، مع ناس كتيرة، بتحاول تستحلى بالهدوء والصبر، وبتحاول ترمي ورا ظهرك اي حاجة موجودة في حياتك. في عندك تجهيز اوراق، كتب كتاب، سفر، شراء، بيع، الله اعلى واعلم. في ورق انت هتجري فيه الوقت، وهيكون في طاقة إيجابية. في حد هيقول لك ألف مبروك، الله أعلم. حاجة دي هتفرحك الفترة دي، أو هيكون عندك في طاقة إيجابية ليك، لأن أنت مهموم الفترة دي. في خلاف بينك وبين صديق، أو بينك وبين حد ليك أنت. الخلاف ده كان بقاله فترة من الماضي، وهتبدأ في صفحة جديدة، وبإذن الله العلاقة هتعود للصلح، وهيكون في خير. دايما الاهل مركزين معاكم الفترة دي، وانت بتحاول ان انت تخرج، بس بيجيلك دي كده فصلان من كل شيء. عندك في محادثة بينك وبين حد فترة طويلة، لازم تتكلم، تبعد، ومش لازم كل تليفون تسمعه وتسمع المحادثة دي، امسحها. في حد بيضايقك دايما في الخير، وانت عارفه كويس ان هو بيحبك وعايز مصلحتك، بس انت ما بقتش شايف مين بيحبك ومين عايز مصلحتك، بسبب اللي انت فيه، بسبب ان انت مريت بيه. انت مريت بحاجات كتيرة، حاجات كتير تعبتك، حاجات كتيرة خذلتك، انت ما كنتش متوقع ان انت يحصل معاك كده. انت الفترة دي مش واخد راحتك في حاجات كتيرة جدا. عندك في هدية بعد خطوتين، حالتك النفسية تتصلح احسن، وده بفضل ربنا هتخرج من الاكتئاب والخذلان. في حد قريب منك هيحصل بينكم موقف، وهيظهروا على حقيقتهم، وهتعرف قد ايه الشخص ده كان حاجة غلط في حياتك. في عندك في بشرة خير، وبشرة الخير دي بسبب أوراق حكومية، أو بسبب حاجة جديدة. انت تعبان من كل شيء موجود حواليك، وبالك مشغول طول الوقت وحيران،
ومش عارف تاخد قرار ولا عايز تفكر ازاي، تعبان مضغوط حيران قلبك مسؤول. وعشان كده الفترة الجاية هيكون عندك فيه اختبارات ليك قوية جدا، ودايما تحسن نفسك من اي حاجة مؤثرة عليك. عندك فيه راحة بال بعد التوتر والحيرة اللي انت كنت فيها.